السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء من برنامجكم حلقة خاصة نسلط الضوء وإياكم على أهم إنجازات وزارة الصحة في الأعوام الماضية، وكذلك تشخيص جملة من المعوقات والمشاكل التي قد تقف قائلا دون تنفيذ جملة من المشاريع. دعونا بداية نرحب باسمكم بضيفنا في هذه الحلقة معالي وزير الصحة الدكتور صالح الخفاوي. مرحبا بكم معالي الوزير. مرحبا. بداية معالي الوزير، نود أن نقف مليا على جملة من الإنجازات وما هو الذي تحقق على أرض الواقع بعد مرور 4 سنوات على مصارعة المشاكل والمعوقات فضلا عن الإظهار في السنوات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقييم الواقع الصحي يعتمد على جملة من المعايير، وأهم هذه المعايير هي المؤشرات المعتمدة والمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، واللي تشمل نسبة الوفيات أولا، المرضى والوفيات في كل بلد. احنا الحمد لله والشكر في عام 2009 عن عام 2008 حققنا إنجاز ممتاز جدا. قللنا نسبة وفيات الأطفال تحت السنة وتحت 5 سنوات، تحت السنة من 29 بالألف إلى 24 بالألف، وتحت الخمس سنوات من 34 إلى 29.5 بالألف، ونسبة الوفيات العامة في البلد من 4 إلى 3.7. طبعا هذه وفق المعايير العالمية، هذا يعتبر إنجاز صحي كبير. هذا غير منظور بالنسبة للمجتمع، شيء غير منظور، ولا المجتمع ولا يحاسب النظام الصحي على هذه المعايير، لكنه هذا طبعا أيضا هناك جملة من الأمراض وخاصة الأمراض الانتقالية المتوطنة في العراق يمكننا القضاء عليها. نعطي مثل بسيط، مرض الكوليرا. كانت هناك وقفة لوزارة الصحة لا تنكر حول إيقاف هذا المرض الذي كاد أن ينتشر. يعني 2007 كان عندنا بحدود 5000 حالة، 2008 980 حالة. دكتور، ما هي الإمكانات التي استثمرتموها في إيقاف هذا المرض؟ معالي الوزير، ما هي الإمكانات التي استثمرتموها في إيقاف هذا المرض؟ كمؤشر لمرضى الكوليرا انخفضنا 5000 إلى 6 حالات في عام 2009، 2007 5000، 2009 6 حالات، والآن احنا في الشهر الثامن من عام 2010 ولم نسجل أي حالة. احنا اعتمدنا بالحقيقة على جانبين رئيسيين. الجانب الأول هو توزيع الحبوب المعقمة للمياه، واللي هي مؤكد ليس من مسؤولية وزارة الصحة. احنا مو مسؤولين عن تقديم المياه الصالحة للشرب، احنا مسؤولين عن النظام الصحي، لكنه امتنعت أمانة العاصمة وامتنعت وزارة البلديات عن استيراد هذه الحبوب، وأخذناها على عاتقنا بها مخاطرات رسمية، أخذناها على عاتقنا بالرغم هي مو مسؤوليتنا، ونصرف ملايين الدولارات على هذه الحبوب، لأن نعتقد هذا كمدخل من مدخلات الصحة. المياه الصالحة للشرب اليوم أحد المدخلات للصحة، لو كان المياه الصالحة للشرب جيدة نسبة الأمراض المنقولة عن طريق الماء تكون قليلة، ووزعنا ملايين الحبوب مقترنة بالخطوة الثانية اللي هي تثقيف المجتمع. تثقيف المجتمع لدينا فرق الحقيقة، والزائر الصحي وأمراض الرعاية الصحية الأولية الريفية أو سواء في المدن لدينا متابعات، ونشرنا حتى في وسائل الإعلام فولدرات وبوسترات ورسائل توضيحية وإلى آخره، بالإضافة إلى الزيارات والتثقيف المجتمعي، بالإضافة إلى متابعة حالات الإسهال في البلد. احنا الآن عندنا رصد وظائف كل حالات الإسهال نرصدها ونسجلها، فمتابعة حالات الإسهال يجعلنا نكتشف لا سامح الله لو كان هناك إصابة مبكرة في الكوليرا، وبالتالي نقدر نوسع إجراءاتنا الوقائية ونسيطر على مرض الكوليرا. طبعا اكو تعاون من وزارة البلديات، اكو تعاون من أمانة بغداد، الصرف الصحي الآن أفضل من السابق، المياه الصالحة للشرب الآن أفضل من السابق بالرغم من حالة الجفاف اللي بالبلد، لكن اكو تعاون من الوزارات القطاعية الأخرى، وهذه الصحة. الصحة نعم، الصحة ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط إطلاقا، هي مسؤولية مشتركة مختلف قطاعات الدولة. مياه صالحة للشرب، منافذ حدودية تدقق الأغذية والأدوية اللي داخلة إلى البلد، مصانع تنتج وفق المواصفات سواء كانت أغذية أدوية سلع أخرى إلى آخره وفق المواصفات، سلامة الطرق وتفعيل قانون المرور لأن الحوادث بالنتيجة تأتي إلى وزارة الصحة، الأمن والسيطرة على الوضع الأمني، هذه كلها مدخلات. التعليم، الثقافة المجتمعية، هذه مدخلات تؤدي إلى نتائج صحية مخرجاتها بالصحة. فوزارة الصحة هي المحور الذي يتمحور عليه النظام الصحي في أي بلد. نعم دكتور، بخصوص
علاقة ومدى التنسيق ما بين وزارة الصحة والوزارات ذات الشأن والمعنية بالأمر الأخرى نتناوله إن شاء الله لاحقا، لكن دعني الآن أيضا نقف عند قضية وزارة الصحة وما يخص وزارة الصحة. أنتم يعني كانت لكم وقفة مشرفة في إيقاف انتشار مرض الكوليرا، وتحدثت لنا عن تفاصيل الإمكانات التي من خلالها وقفتم ضد هذا المرض. نشأت أمراض أخرى يعني انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، هذه يعني ما حقيقة هذا المرض دكتور بالنسبة للواقع حقيقة وجود هذا المرض بالواقع، وما هي الإجراءات التي اتخذتموها لإيقافه؟ طبعا أنا ما في حكي فرصة أن أتحدث عن منجزات وزارة الصحة، تحدثت فقط عن نسبة الوفيات وبعض الأمراض، لكن منجزات وزارة الصحة هي منجزات كثيرة. يعني إذا صار مجال نعم. بالنسبة لإنفلونزا الطيور والإنفلونزا الوبائية، طبعا إنفلونزا الطيور هو عبارة عن فيروس تغير جينيا وتحول إلى فيروس ينتقل من الطير إلى الإنسان، فبالنتيجة يصيب الإنسان والإصابة تكون شديدة. الإنفلونزا الوبائية عبارة عن فيروس تحول جينيا من فيروس يصيب الخنازير إلى فيروس يصيب الإنسان، بعد ذلك تحول قام ينتقل من الإنسان إلى آخر. حقيقة وجوده طبعا بالتأكيد موجود المرض، بالتأكيد موجود، ولا الإصابات بالعالم اللي بمئات الآلاف، الوفيات اللي صارت احنا بالعراق 240 وفاة، في دول الجوار 16,000 وفاة حسب علمي صارت بالعالم موجود، لكن التعامل من قبل منظمة الصحة العالمية ما كان دائما. واحنا في مؤتمر الإقليمي لشرق المتوسط اللي عقد في المغرب في شهر الثامن لعام 2009 أنا تحدثت في هذا الموضوع مع السيد المدير العام، ويمكن مجريات منظمة الصحة العالمية كان به تهويل، ومنظمة الصحة العالمية موقفها كان بعيدا عن النواميس الطبية، لأنه دعمت شركات اللقاحات والأدوية. الشركات فرضت على الدول أنه تجهزها بلقاحات على أن لا تتحمل هذه الشركات مسؤولية المضاعفات الناتجة عن هذه اللقاحات، وأيدتها منظمة الصحة العالمية. كان على منظمة الصحة العالمية أن تقف ضد هذه الشركات، وكانت تحمل الشركات هذه المسؤولية. فمنظمة الصحة العالمية تعاملها ما كان تعامل صحيح، حولت هذا الموضوع ووقعنا تحقيقه وياه بشكل دراماتيكي. والآن لجنة موجودة في منظمة الصحة العالمية في الجمعية العمومية لهذا العام طرحت القضية، وهناك لجنة تراجع مقررات منظمة الصحة العالمية بشأن الإنفلونزا الوبائية، تراجعها وتشوف هل هذه صحيحة. طبعا بالنتيجة هم يقولون احنا إجراءاتنا صحيحة، ب 16,000 وفاة نريد نحمي العالم، لكنه باعتقاد كثير من وزراء الصحة في دول العالم انه كان هناك تسرع من قبل منظمة الصحة العالمية بإعلان حالة الوباء العالمي لمرض الإنفلونزا الوبائي، وحمل دول العالم الكثير. احنا واحد من الناس كنا متعاقدين على 7 ملايين جرعة، لكنه بعد التفاوض مع الشركة المجهزة تمكنا أن نقللها إلى حدود 12%، وحولنا الأموال الباقية إلى أدوية أخرى. فهذا تحت تأثير منظمة الصحة العالمية. الأمراض موجودة نعم، لكن طريقة التعامل كان بها مشكلة، وأعتقد أنه كانت منظمة الصحة العالمية مدفوعة من قبل اللوبي العالمي لشركات الأدوية. لطيف. طيب دكتور، على ما أظن أنت حضرتك تريد أن تتحدث عن إنجازات الوزارة ولك الحق في ذلك، وعلى ما أظن وتوافقنا الرأي وأن إيقاف مرض الكوليرا والإنفلونزا الوبائية هو هذا أعتقد وشلل الأطفال في وجه الإنجازات، في مقدمة إنجازات وزارة الصحة. الآن نتحدث عن إنجازات وزارة الصحة على مستوى تأهيل وبناء المستشفيات دكتور. هناك يعني بعض المناطق في بعض المحافظات انتشرت كثافة سكانية غير ممنطقة، وبالتالي لا يتناسب عدد المستشفيات المركز الصحية مع عدد السكان. يعني هذا لا شك في أنها ضمن خطة واستراتيجية وزارة الصحة. كيف تعاملتم مع هذه المسألة؟ المفاهيم تختلف بين المفهوم الصحي العلمي والمفهوم الإعلامي والمفهوم المجتمعي. احنا بالعراق طبعا قد يكون احسن من بعض دول الجوار واقل من عندنا نسبة الاشغال السريري عندنا 52%، يعني 52% من أسرة مستشفياتنا تشغل على طول العام. طبعا احسن من مصر احنا، لكن اقل من السعودية وبعض الدول الاخرى اللي يوصل نسبتهم 60-65%. من عندك نسبة اشغال سريري 52%، معناته انت مستشفياتك الموجودة حاليا ما شغلت طاقتها،
قد يكون خلل في وزارة الصحة، قد يكون هناك ماكو حاجة. جزء من الأمور اللي إحنا اعتقدنا أنه أحد الأسباب في عدم الإشغال السريري هو قضية قدم الأجهزة الطبية. تعرف جنابك من 2003 إلى 2009 وزارة الصحة ما مستورد أجهزة حديثة. 7 سنوات مرت من تاريخ العراق ماكو أجهزة. إحنا العام وقعنا عقود لاستيراد أجهزة الإفراج لكل المحافظات، رنين المغناطيسي، أجهزة إيكو، أجهزة ماموغرافي فحص ثدي بنوعيها الرقمي والتناظري، أجهزة أشعة، أجهزة سونار، وأجهزة كلى وكراسي أسنان. والآن احنا على أبواب أيضا إحالة عدد من الأجهزة الأخرى لقسطرة القلب. نعتقد تحديث المؤسسات الصحية بهذه الأجهزة، وعندنا مشروع لتحديث صالات العمليات أيضا، توفير الأدوية أيضا. هذه إذا توفرت هذه الأجهزة إن شاء الله احنا وقعنا العقود، طبعا راح تحسن الخدمة بالمستشفيات، بالتالي يزداد نسبة الإشغال السريري. هذا تعتقد أنه متأخر نوعا ما دكتور؟ بالتأكيد متأخر. أنا أشرت من 2003 إلى 2009 ما سوينا شيء. هذه المدة الماضية كان هناك الكثير من القطاع الخاص لدى الكثير منهم هذه الأجهزة متوفرة، أجهزة بدائية والأسعار يعني خيالية. يعني أحسن جهاز موجود بالقطاع الخاص. نعم. اليوم عاد أحد الأجهزة موجود في أحد المحافظات، جهاز متطور جدا. نعم. لفحص الفراش القلبي، لكن معظم الأجهزة اللي موجودة الآن في بغداد في العاصمة أجهزة قديمة. احنا الأجهزة اللي استوردناها هي أحدث ما توصل إلى التكنولوجيا الطبية. طبعا الآن احنا وقعنا بال 2009 الآن طلعت أجهزة أخرى، لكن الأجهزة تبقى من إلى 10 سنوات من الأجهزة الممتازة. سبب التأخير دكتور؟ سبب التأخير طبعا باعتقاد الوزارات المتعاقبة فترة قليلة من كل وزير، قد تظل 6 أشهر إلى سنة، بالنتيجة ما راح يخلي رؤيته، ما راح يخلي مشروعه. الوضع السياسي، الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي بالبلد، قلة التخصيصات المالية، أسباب كثيرة أكو. لكن الحمد لله والشكر إنه احنا قدرنا أن نوقع عقود بهذه الأجهزة، والأجهزة قسم منها وصلت، قسم منها راح توصل، قسم منها مصنعة، قسم منها الآن في تحضير أماكن النصب، طبعا تشمل كل العراق من كردستان إلى جنوب العراق. هذه قد تزود نسبة الإشغال السريري في المستشفيات. مع ذلك عندنا 10 مستشفيات كبيرة تحت الإنشاء الآن بسعة 492 سرير في كل المحافظات، 10 محافظات. عندنا 6 مستشفيات الآن في طريقها إلى الدعوات، حال هذا العام أيضا نوجه دعوات للشركات المعروفة في إنشاء المستشفيات. يصير عندنا في كل محافظة عندنا مستشفى حديث. خطتنا تعتمد على المراكز الصحية. المراكز الصحية في البلد لدينا مركز صحي الآن بحدود 21,000 نسمة لكل مركز صحي. في بغداد مركز صحي ب 43,000 نسمة. بغداد كلها بها مشكلة، ومشكلتها أنه عدم توفر الأراضي. والآن غيرنا الخطة، سابقا كنا نبني مركز صحي لازم 2000 متر، قلنا حتى ب 600 متر، سوينا مراكز صحية عمودية. كثير من أحياء بغداد ما بها مراكز صحية. مخاطبات عندنا مو فقط احنا، حتى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع أمانة العاصمة ماكو استجابة حقيقية. استجابة حقيقية ماكو. أنت حتى تغير الوضع الصحي في بغداد يحتاج لك ما لا يقل 3 مرات ضعف عدد المراكز الصحية. تتوفر كوادر طبية في بغداد، تتوفر كوادر صحية، لكن مشكلة تخصيص الأراضي. بالمحافظات أسهل. هالسنة عندنا 107 مركز صحي جديد راح نبنيه. العام دخل عندنا بحدود 85 مركز صحي جديد للخدمة. هالسنة راح تدخل عندنا مراكز للخدمة. نتوقع احنا اذا قدرنا ان نوصل الى مركز صحي لكل 10,000 مواطن، ذاك الوقت راح تكون الخدمة على مستوى الرعاية الصحية الأولية خدمة جيدة. هذا من جانب إنشاء المستشفيات، من جانب المعايير حدث الجنابة، من جانب إرسال الأطباء للتدريب خارج العراق. أيضا عندنا دورات ملاسات وزارة الصحة وتطوير الملاسات عمليات جديدة لأول مرة تجرى خارج العراق أو أجريت في فترات سابقة. سابقا نرسل على قوقعة الإذن، الآن ما نرسل. تبديل مفاصل، الآن ما نرسل. هذه أيضا نتحدث عنها دكتور، لكن لو سمحت لي بعد أن نأخذ وقت قصيرة. مشاهدينا الكرام مستمرون وإياكم في هذه الحلقة، لكن بعد فصل التابع. مع الوزير خصوص هذه مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج حلقة خاصة، كما نجدد التحية لضيفنا معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسامي. مرحبا بكم مرة أخرى. دكتور، قبل الفاصل كنت تتحدث عن الجانب التكنولوجي التقني تزويد المستشفيات، فضلا عن تأهيل وبناء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية. برأيك يعني لابد للوزارة أن تكون لها علاقات وتنسيق عالي مع دوائر معنية ووزارات معنية في هذا الشأن. كيف وجدتم مدى التعاون من قبل تلك الوزارات؟
القضية الأولى هي التعاون مع وزارة البلديات وأمانة وزارة الشؤون الأراضي. وزارة البلديات الآن التعاون معها أفضل والتعامل معها أفضل.